هي ديك الانسان ما نزيدش نرجع معاه وما نزيدش نوقف معاه، وطلاق ديالي غنكملو ان شاء الله يا رب. انا كنت خايبه، كنت غنفرقك انت والراجل ديالك. انا من نشوفك هنا نمشي ندفع واحد الشكايه الوكيل المالي كنزل بها فيديو ديال رفقي. حقيقه طلاق كوبل لاله العروسه ديال مدينه طنجه اللي هما برنسيسه وعماد. في هذا الفيديو جبت لكم خلاصه الموضوع وكيفاش بدا وكيفاش غيسالي وكيفاش بدات القصه كامله وشكون السبب فيها وشنو طرا في الموضوع كامل. ما تنساوش انكم تضغطوا واحد زر اشتراك وتابونوا في القناه باش يوصلكم ديما الجديد وتضغط لنا لايك واش تفرج معنا تكمل معنا الفيديو. بعد ما كانوا انتشروا مؤخرا فيديوهات ما بين عماد وبرنسيسه انه كانوا مشاو عند الكوبل ديال مدينه فاس بانه بحكم انهم اصدقاء مع بعضياتهم بانهم كيعرفوا بعضياتهم وكتربطهم واحد العلاقه ديال صداقه كبيره. عماد راجل برنسيسه كيف ما هي لمحت بعض المقاطع ديال الفيديوهات بانه هي كينحاز اكثر لهذاك الكوبل ديال مدينه فاس وبانه السبب المشكل هو ذاك الكوبل ديال مدينه فاس، بانه شافها راكبه مع شي ناس اخرين في الطوموبيل. هذا الفيديو الاول اللي بدات منه القصه. خرج فيديو ثاني كتقول فيه برنسيسه بانه العلاقه ما بينه وبين عماد على محك الانتهاء وبانهم دفعوا ورقه الطلاق. كيف ما غتشوفوا الفيديو اسمعوا معايا انا ما بقى لي ما نقول. انا اللي غنقول لكم دابا هي ديك الانسان ما نزيدش نرجع معاه وما نزيدش نوقف معاه. ثاني شيء انه عماد مشى عند واحد الراقي في مدينه فاس وقال لي بانه عندك سحور من طرف الزوجه. هذا كان ثاني فيديو دار ضجه حتى هو راه داير ترند في انستغرام دابا وكلشي كيدوي عليه. كاينه حاله اخرى واللي حتى هي دارت بوم وكلشي كيهضر عليها، هو الخروج ديال برنسيسه وهي كتقول لي انا مابقيتش بغيتك عماد وغادي نتفارقوا وانا دفعت الطلاق. فبالتالي هنا الاسئله اللي كتطرح واللي كلشي غيتكلم عليها والمتابعين كلهم كيهضروا، ما هو دخل كوبل مدينه فاس في مواضيع شخصيه ما بين الزوجين؟ ثاني حاجه اللي تقدر تعرض للناس بزاف المساعده القانونيه هو تسريب هذيك الفيديو ديالها ان هي كتراكبه مع اشخاص والاتهام ديالها بانه كدير شي حاجه تجاه زوجها. هذه الاولى. ثاني حاجه من قال بانه السيناريو كامل اللي نايض غير ضجه ماشي واقعي. حتى هنا كاين لمس بانه هادشي يقدر يكون غير من اجل التفاعل اللي طاح. هذه الاولى. ثاني اشياء واللي دايره بوم والانترنت، علاش ديما لي كوبل اللي كيكونوا في السوشيال ميديا فاش ما كيطرا فيهم شي مشكل ولا كيوقع شي بلان كلشي البيبليك خاصو يعرف؟ علاش ما كيتحلش المشكل غير بيناتهم؟ علاش بالضبط الجمهور خاصو يعرف؟ وقلنا بانه هادشي كامل ماشي تريند، ماشي مفتعل، ماشي من اجل الفيوز، ماشي من اجل انه طاح التفاعل، لا من اجل انه مشكل طاري بيناتهم فري وهذوك الناس كانوا بيدخلوا بيناتهم الكاميرا والتصوير. علاش غتصور حياتك الشخصيه والمشاكل ديالك الشخصيه قدام الناس؟ بتقول لي كتبارطاجيهم قدام المتابعين. بنقول لك اسمح لي هضر عليك شي واحد دابا ولا نطاقتك ولا شي واحد خرج فيك عينيه وقال لك علاش كدير هذا الشيء، من حقه بانه بالتالي انت سمحت لنفسك انه مشاكلك الشخصيه تبارطاجيها قدام الناس. حنا هادشي اللي كنشوفوا هنا كيوقع ما بين الازواج صح، وهي مع عائلات كيطرا بيناتهم هذا الشيء. انا كنقول دابا رايي هنا، انا ما كندويش على الموضوع، ما كنحددش بالضبط هاد الكوبل وانما كنهضر على العموم. انت اختاريتي انك تخرج حياتك الشخصيه للانترنت فتقبل اي حاجه تقدر توقع. ما تنسوش هاد القضيه حتى اللي كان غير بيناتهم واحد المشكل بسيط وكان ساهل انه يتفك، حتى هاد الشيء ديال الانترنت واللي كومونتير وبنادم والبيبليك كيهضر والناس كتخرج فيديوهات من هنا وشي كيخرج فيديوهات من هنا كيزيدوا شرارات الغضب وكيتزاد هاد الشيء. بالتالي انت عندك مشكل مع مراتك وهي مراتك وانت راجلها وكاين واحد المشكل ومقاسمين بيناتكم علاش الزوجيه، بالتالي علاش يدخل واحد براني بيناتكم؟ وانا من رايي انه هذاك الكوبل ديال فاس يدخل سوق راسه عادي. مشيتوا عندهم طرا المشكل عندهم اوكي اسمح لي ما بين المراه والراجل ما كيتدخل حتى شي واحد، كيدخل ما بين الضفر واللحم غير وسخ. نكون معكم صريح، تقبل رايي ما عجبك ما عجبكش خرج من هذا الفيديو. كنقول لك بحال هكا لانه هادشي اللي شفنا في الانترنت دابا كيطلع قدامنا وقدام عينينا ما فيه ما يصلح. ومشى وقع لك مشكل والراقي لقاك راك مريض وخرج دابا بفيديو. سمعوا هذا الفيديو شنو كيقول فيه. المهم انا راني مريض شي شويه، كنت مريض انا حاليا بديت كنتحسن شي شويه. انا بغيت نهضر على يعني حتى التناقض دابا كنلاحظوا حتى التناقض ما بين الخرجات ما بين برنسيسه وما بينه هو. يعني دابا المشكل ما عرفنا واش هي باغا ترجع ليه وتصرف عليه ولا هو باغا تجلس معاه ولا المشكل انه بيناتهم ولا انه هذاك الكوبل علاش دخل بيناتهم. حتى قلنا بارك علينا من التخربيق وقع في السوشيال ميديا. لي كوبل ملي تضاربوا مع بعضياتهم الا كانوا لي كوبل ديال السوشيال ميديا خليو داكشي ابار. اقسم بالله الا كاين واحد لي كوبل كنشوفهم انا في انستغرام ولا في الانترنت كيعطيو احسن اكزومبل على الازواج في المغرب. وبالتالي بحال هادشي كتكرهوا البيبليك انه يتزوج. البيبليك كيتانسبيرا منكم، راه كتكونسو الفيديوهات كيتكونسومو بالملايين بالفيوز اللي تخيلهم عقلك واكثر.
نتوما مصدر الانسبيراسيون الناس اخرين. ملي كيشوفوك انت كتعامل راجلك بهذه الطريقه وراجلك كيعاملك بهذه الطريقه، الناس كتانسبيرا، الناس غير هذا الشيء عادي. واللي ما عجبوش رايي كيف ما كنقولها خليه في الكومونتير ونخرج من الفيديو. وانتوما رايكم الاخوان في هذا الشيء اللي وقع. بالتالي هذا الشيء اللي كيبان لي ما كيصلحش، كيبان لي هذا الشيء ما خاصوش يكون. وشكون الغلط وشكون اللي ما غلطش حتى لهنا ما نقدروش نحددوا، لانه هما علاقتهم كزوجين حتى واحد ما يقدر يعلم بها الا الله طبعا. حتى الاخوان اللي وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش انكم تخبطوا لنا واحد لايك وتابونوا في القناه باش يوصلكم ديما الجديد. وكالعاده انا كنقول غير رايي، سواء عجبك سواء ما عجبكش. وتحياتي.